السلام عليكم حبايبي ومتابعيني في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكة الشوكولاتة، كيكة بالشوكولاتة من غير دقيق، من غير سمنة، من غير بيض. زي ما انتم شايفين كمان انا عاملاها بالمية، مية ولبن بودر. ما كانش عندي لبن فقلت كان نفسي اعمل حاجة حلوة بالليل كده، قلت والله لا انا عاملاها بالامكانيات اللي عندي. حطيت 3 كوبايات مية، يعني حوالي 700 مللي جرام من المية، وحطيت 4 معالق لبن، وهنا 3 معالق جيلاتين. هندوبهم كله على البارد كده زي ما انتم شايفين. هندوب الجيلاتين كويس، وبعدين هنحط السكر مش هنحط الكوبايه كلها. انا كنت هحط الكوبايه، رجعت في كلامي حطيت كوبايه الا ربع. طلعت طعمها في منتهى الروعه، مش محتاجه سكر زياده. يعني كوبايه الا ربع صغيره كده من بتاعه الشاي بتاعتك، تحطيها السكر. هتدوبي برضو على البارد زي ما انت شايفه. برضو 3 معالق كاكاو الغامق اللي هو بتاع الحلويات، اللي هو مفهوش سكر. برضو هندوبه كده على البارد خالص. سهلة جدا، مش هتاخد منك وقت. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسانيش في اللايك بالله عليكم. هندوبه كله على البارد كده وهنحطه على النار. هنحطه على النار كده، ومع استمرار طبعا التقليب، ايدك فيه على طول علشان ما يكلكعش منك، لان الكاكاو عامل بالظبط زي الدقيق، يعني لو سبتيه هيكلكع معاكي. تدوبيه كويس جدا كده. ومعايا هنا حوالي 100 جرام الشوكولاتة، يعني مكعب شوكولاتة كده حوالي 100 جرام. وهنحط برضو على النار برضو، ومع استمرار التقليب طبعا. اول ما هيدوب معاكي الشوكولاته، انا بالظبط كده معلقه نشا كبيره حطيتها في ربع كوبايه ميه، على اساس تتقل شويه الشوكولاته بتاعتي. الجيلاتين طبعا بيجمدها، بس انا زودت شويه نشا. هنا انا ما عنديش قالب بايركس او قالب ألمونيا، فجبت هنا قالب بلاستيك دهنته بالزيت. وعشان كده هنحطه جوه صينية فيها مية باردة، علشان البلاستيك ده ما يسيحش او يقوس معايا. لكن لو انت عندك ألمونيا يبقى خير وبركة، او بايركس يبقى خير وبركة. هنا البودنج ده يعني برد شوية، بس طبعا هو لسه سخن. انا عايزاه ما يبردش خالص علشان ما يتجمدش معايا. هنحطه في القالب، وزي ما انتم شايفين كده تحتيه المية. انا جايبة هنا بسكوت شاي عادي، اي نوع انت بتحبيه. جايبة 3 بواكي، يعني يعملوا حوالي 200 جرام كده. ورصيتهم زي ما انتم شايفين، وهتحطي البودنج كده عليهم. زي ما انتم شايفين كده هتغطي البسكوت خالص بطبقة من الشوكولاتة دي. وهنرص برضو رصة تانية. هتفضلي ترصي كده لغاية ما تخلصي كمية البسكوت، ترصي البسكوت وتحطي عليه شوكولاتة، ترصي بسكوت زي ما انتم شايفين كده عملت الطبقات عشان ما اطولش عليكم. عملت طبقات من البسكوت، وكل طبقة بنحط عليها جزء من الشوكولاتة. بعد ما خلصت طلعتها من المية زي ما انتم شايفين كده. وهتدبيها كده كويس جدا، وبعدين هتدخليها التلاجة يا دوبك حوالي ساعتين كده مش اكتر. هتبصي تلاقيها جمدت معاكي، شايفين؟ جمدت وبقيت اخدت شكل القالب اللي انت هتحطي فيه. هتسلكيها الاول كده بالسكينة بتاعتك، وبعدين تقلبيها زي ما انتم شايفين كده. اخدت نفس شكل القالب بالظبط. يعني اللي ما عندهاش، زي ما بقول لكم، ما عندكيش قالب ألمونيا، في اي حاجة بلاستيك بس تحطي تحتيها مية، تكون مية من الحنفية عادي او مية ساقعة. شايفين وانا بقطع؟ بصوا طبقات البسكوت بقى، ما اقول لكمش كمان كان طعمها تحفه وخطير قد ايه. تنفع بالليل كده تتحلي بيها ولادك هما بيذاكروا تعملها لهم. زي ما انتم شايفين كده قطعت شريحه، ما اقول لكمش على الجمال، طعمها في منتهى الروعه، ما خدتش معايا وقت، سهله جدا. بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك لو عجبكم الفيديو. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. كانت معكم فادية قاسم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.